ويذب عليه شبهه وينزل. يعني انت من تجي تناظر ويا اي شخص عفوا تصعد عفوا وياه عفوا داخل عفوا الاسلام. استاذ حمزه، استاذ حمزه الله يحفظكم ان شاء الله. يمكن ليست في مسألة، شوف ان شاء الله كنا حوار بيناتنا حول اثبات اصول كتاب البخاري الاحاديث اصح كتاب من عندكم، وحسب التعليقات الظاهر انت من اخوه السلفيه او السنه، صحيح؟ ماكو مشكله، بس خل اكمل لك حديث، ما راح ادخل ماكو الموضوع. مشكله، هو راح يكون الحوار بيناتنا وراح تتكلم فيما عندك من دليل وحجه بينك وبين انت الله سبحانه وتعالى في هذا البث، وسيستمع الاخوان الى حجتك ودليلك وما تعتقد به، وبكل احترام، وسواء اتفقنا او اختلفنا ان شاء الله يبقى الاحترام متبادل فيما بيننا، والحساب والعقاب على الله سبحانه وتعالى. حياك الله استاذ حمزه. وعندنا سؤال ولا زال هذا السؤال منذ فتره طويله، وهو كما في البوستر الذي أمامك، وهو تحدي شرعي علمي أخلاقي حول إثبات أصول كتاب البخاري التي هي الأحاديث التي هو البخاري يقول نفسه كتبت وحفظت، ومنها 10 ملايين و600 ألف و200 ألف و100 ألف وكتابه المطول المفصل. فيا أستاذنا يا أستاذ حمزة العراقي، هل تستطيع أن تعطينا أصول كتاب البخاري الأحاديث التي كتبها وحفظها البخاري؟ 100 ألف وال200 ألف وال600 ألف وال10 مليون والمفصل المطول. يا الله اسولف لو يصير مثل السلف ما يعطي مجال، مثل ما انت تقول السنه ما يعطي مجال، السلف ما يعطي مجال، اعطيني مجال انت، خليك بما أنه سؤالنا حول أصول كتاب البخاري، وبما أنه ستتكلم في بالاصول والله ما راح البخاري. نعم ما راح اطلع، بس اعطيني مجال مثل ما تقول شو اسمه السني ما يعطي مجال. انت ما يصير تصعد وياه تذب شبهه وتعوفه. انت حدد وقت، اي واحد معكم هسه اللي صعدوا يحدد وقت ويسوي مناظره مقابله، حتى نعرف، مو انت تصعد تذب لك حشايه وتعوفه، حتى نعرف من هو الصحيح ومن هو الغلط. احنا ما نجي منك بس. راح اجيك والله راح اجيك على البخاري. ماكو مشكله استاذ حمزه، الله يبارك فيك. اي حتى في مساله المناظره ما نعرف احنا، اي ماكو مشكله. نعم. ما نعرف المقطع، ما نعرف انت جايب لنا مقطع ما نعرف شنو صحته شنو غلط، ما نعرفه. يعني لا تكون مناظره بينك وبيني راح احنا نعرف الحقائق وين والصحيح وين. انا راح اعطيك، راح اجيك على البخاري. بس بنفس الوقت انا بعدين عندي سؤال اسالك اياه. يقول الامام النووي ما اجتمع العلماء على صحة البخاري ومسلم، صحة كتبين بعد كتاب الله، هذا اجتماع الأمة. ويقول حديث عن الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة. عرفت شلون؟ هسه أنا طالبك بحديث واحد عندك صحيح. أستاذ حمزة، يعني مع كل احترامي لك، أنت سؤالنا فهمته شنو نريد إحنا؟ احنا مو نريد من قال وما قال النووي وما قال فلان عالم وما قال فلان ابن تيمية وما قال فلان في صحيح البخاري. لا عفوا دعنا نوضح لك شنو قصدنا وما نريده من هذا السؤال، إذا تسمح لنا حتى تكون القضية واضحة عندك أستاذنا العلم. سؤالنا حول أصول كتاب البخاري الأحاديث التي هو البخاري نفسه يقول كتبت عن 1000 شيخ، عن كل شيخ 10,000 حديث وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر اسناد هاي 10 ملايين. ويقول حفظت ويقول خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث، وهذه كلها بالمصادر موجودة. ويقول حفظت 200,000 حديث صحيح و100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ويقول هذا كتابي المختصر وتركت باقي الروايات لغاية الاختصار ولغاية الطول. فشنو عندنا 10 ملايين حديث، وعندنا 600,000 وعندنا 200,000 وعندنا 100,000 وعندنا مطول مفصل. هذه الأحاديث، هذه الروايات التي هو البخاري يقول كتبت وحفظت، هذه الروايات يا أستاذنا 10 ملايين وال600,000 وال200,000 وال100,000 والمطول المفصل، هذه أصول كتاب وروايات وأصول ومراجع ومصادر التي البخاري هو حفظها وكتبها. هذه الروايات هل هي موجودة وممكن توقفنا عليها وتدليلنا عليها يا أستاذنا، أم هي غير موجودة؟ تفضل. أنت تقدر تطلع أي حديث وتقول أي إشكالك وتقول بي صحيح أو غلط الإسناد أو الترجمة عن طريق أو هاي وحدة. ثانيا احنا ما نمشي مثلا 6 شهور انت عندك الحديث. استاذ حمزه، بس للاسف الشديد للمره الثانيه ما عرفت شنو
لا والله اعرف، انا اعرف، بس شنو هاي أقصد؟ هو هذا بس خلي أعرض لحظه، لك هاي خلي حقيقه. أعرض لك كلام البخاري عمود، تعرف شنو أقصد؟ خلنا نعرض أنا وياك، يلا. نطلع أنا وياك كلام البخاري حتى تعرف شنو أقصد يا أستاذنا بالسؤال مالتي. سؤالي ليس عن السند وليس على التصحيح وليس على التضعيف وليس على التعليق وليس على معنى الرواية ولا الحديث. راح تقول شنو أصل هذا؟ عندنا في تغليق التعليق كمثال، شو يقول؟ صفحة الجزء الخامس صفحة 389: وقال وراق البخاري سمعته يقول لم تكن كتابة الحديث كما كتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه وعلة الحديث إن كان الرجل فهما، فإن لم يكن سألته أن يخرج لي أصله ونسخته. فيا أستاذنا العزيز، إحنا بما أنه البخاري قال كتبت وحفظت، وكما نظهر لك أيضا هذه مصادر كتبت وحفظت، شو يقول البخاري أيضا في فتح الباري بشرح البخاري الطبعة السلفية صفحة 487 ماذا قال؟ وقال محمد بن حمدوي سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال وراق سمعته يقول ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي في الحديث فإذا نحو 200,000 حديث. هذا شبيهن، هذا في تصانيف في تصانيف البخاري 100,000 و200,000. بعد هذا أيضا تاريخ الكبير للبخاري طبعا الدباسي أيضا كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا ونقلا عن محمد بن حمدوي أنه كان يقول سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. هاي عندنا الروايات وفي كتبكم 100,000 و200,000 اللي هن مالات البخاري. خلينا نبين لك أيضا 600,000 يا أستاذنا التي حفظها والتي خرج منها البخاري. هذا كتاب من الجامع الصحيح، كتاب صحيح البخاري الطبعة السلطانية. ماذا في الجزء الأول صفحة 4 المقدمة أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة. إيش صار عندنا؟ ذكرنا قبل قليل 200,000 و100,000، وهنا ماذا؟ أنه يقول البخاري خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة. واضح شنو صار عندنا هسه؟ 600,000 و200,000.